وهنعرف مين اللي سلطكم تنزلوا. هنعرف مين اللي سلطكم تنزلوا عند المكتب. اطلعوا بره. وانت يا زياد انا هكلم مامتك عشان تتطاول وتشتم. شايفين الفيديوهات اللي انا لسه مفرجاكم عليها دي صور او فيديوهات بعض المقاطع صغيره قوي لبعض المهازل اللي بتحصل من الطلبه تجاه المدرسين. وعشان اكون منصفه المهازل دي بتحصل من الطرفين، من بعض المدرسين وكمان بتحصل من الطلبه، من طلبه كتير قوي. يعني شويه الطلبه دول في اللي بيدخن في الفصل ومش محترم المدرسه بتاعته، وفيه اللي بيرقص ومش محترم المدرس بتاعه رغم انه كبير في السن، وفيه اللي قلبوا الزباله في وش المدرسه بتاعتهم اللي كانت بتستغيث، وفي مهازل من بعض المدرسين. يعني انا عايزه احكي لكم حاجه بسيطه كده، مش هطول عليكم. اول حاجه المدرس ده بس اللي سمعناه وده بس اللي ظهر على السطح، لكن في حاجات كتير قوي مستخبيه. ده وش القفص. منهم المدرس اللي شتم العيال بالاب والام ويسقطوا في التقييم الجاي، فاكرينه اظن، فاكرينه بيقولوا ان ده اتفصل. الله اعلم، انا سمعت انه اتفصل. المدرسين والمشرفين اللي سابوا العيال كي جي 1 او كي جي 2، يعني عيال 5 سنين و6 سنين يقفوا يستنوا الباص لوحدهم ويتعرضوا للاعتداء وهم ولا كانهم موجودين، ولا كانهم موجودين. الحكايه الجايه بقى دي يعني دي مهزله بجد، مهزله بجد. بس ايه، ادوني دقيقتين. على لسان الام ان بنتها المدرسه سابتهم يلعبوا ولاد على صبيان، فالمهم ايه صغيرين، فالمهم ولد معرفش ضرب البنت بايه، ضربها بحاجه، يعني المهم ايه يعني زي ما يكون دراعها اتلخلخ من عند عظمه الترقوه من هنا من فوق. طبعا راحت اشتكت المدرسه بدل يا عيني ما توديها لدكتور، بدل ما تتصل بامها، بدل ما تعمل اي حاجه، راحت قعدت بقى عملت فيها دكتوره وقعدت تحرك لها دراعها شمال ويمين وتديها المدرسين التانيين يحركوا دراعها. المهم البنت روحت لامها مش عارفه تحرك دراعها خالص، مش عارفه تحرك دراعها خالص. اللي حصل قالت لها لا ده عيال بيلعبوا مع بعض. ما جابت لها سيره ان انا عملت فيها دكتوره وقعدت ايه العب في دراع بنتك. المهم الام دي دخلت في عمليات وعلاج طبيعي، في عمليه في علاج طبيعي، ودراع البنت بدا يتحرك 30% 40%. قالوا لها يوم ما تكمل علاجها خالص دراع البنت هيتحرك 60%. طبعا عملت محاضر وشكاوي ضد المدرسه وضد المدرسين، ولا حياه لمن تنادي. المهم قالت لهم ايه، انا بنتي مش قادره تيجي، انا في دوامه وبقالي سنه في دوامه وعماله الف على الدكاتره وهنا وهنا، فبنتي مش هينفع تحضر علشان خاطر ايه اعمال السنه. لا، تعنتوا معاها بدل ما يسهلوا الامور وبدل ما يحصل اعتناء بالبنت ويسهلوا الامور على الام. المهم من هنا لهنا الام ديت جابت بنتها ايام الامتحانات فقط، كانت بتجيبها ايام الامتحانات فقط. اول يوم داخله في الامتحان طبعا عشان الام رافعه قواضي على المدرسه وفي مشاكل، ففي مدرسه اتلككت للبنت عشان بتطلب قلم من زميلها تقريبا، فراحت ضربها على ايديها المتجبسه. فرجعت لامها منهاره اخر اليوم، فبتقول لها ايه اللي حصل، بتقول لها المدرسه اتلككت لي وضربتني على ايدي. والبنت طبعا راجعه بايديها مشلوله. يعني انت يعني فين الامومه؟ يعني قبل ما تكوني معلمه ومربيه فاضله فين يعني اعتبريها بنتك، بتضربيها على ايدها اللي متجبسه فيها، يعني لا تعليق. المهم راحت اتصلت بالمدرسه قالت لها لا احنا هنحلها ودي، انا اخويا مستشار وهيطلعني منها زي الشعره من العجينه. الام طبعا ما همهاش الكلام دوت وراحت القسم، بتقول وانا بعمل المحضر دخل لي واحد بيقول لي انت احنا نحلها ودي، انت مش عارفه انا مين، انا هبوظ لك المحضر. قلت له طالما هتبوظ لي المحضر انا هطلع استغيث على السوشيال ميديا. وفعلا كل الحكايه دي حكتها الام على السوشيال ميديا، فاتهددت البنت، اتهددت، خوفوهم روعوهم، وكمان ما سابوش دراع البنت سليمه. فمهازل كتير بتحصل. انا عايزه احط لكم اللينك تحت الفيديو، وعايزه احط لكم جزء من حكايه الام ديت اخر الفيديو، هحط لكم جزء من حكايه الام دي اخر الفيديو. وكل الكلام ده على عهده الام.
المهم بس طبعا هي مش هتتجرأ وتطلع على السوشيال ميديا وتقول دي هي بتقول ان اخوها مستشار وهتتبلى على ناس بكلام ما حصلش. بتقول هو دخل يهددني بالصوت والصوره وفي كاميرات في الاسم، فما اعتقدش انها بتكذب. ففي مهازل بتحصل. هل حد حاسس؟ هل وزير التعليم حاسس؟ وزاره التربيه والتعليم حاسه؟ بياخدوا اي اجراء؟ يعني انا مش عارفه بصراحه. وبعدين بالنسبه للولاد اللي قالوا ادبهم على المدرسه، بالنسبه للولاد اللي قالوا ادبهم على المدرسه او على المدرسين، دول لو مش نافع فيهم تأديب، ممكن نجيب الجيش يمسك المدارس الثانوي دي، وممكن نبعتهم شهر الجيش كتأهيل ولا شهرين الجيش علشان يرجعوا فعلا منضبطين صح. وقبل العقاب ما يكون للولاد دول يكون لأهاليهم، عشان العيال دي تربية أهاليها، العيال دي تربية أهاليها. فأرجو أن وزير التعليم يلقي نظرة على ملف الطلبة والطالبات والمدرسين، ويشوف المدارس ناقصها إيه، ويشوف المدارس بيحصل فيها كده ليه، اللي بيحصل فيها ده ليه ومن إيه. كمان عايزة أتكلم في حاجة صغيرة قوي تخص الطفلة جنى. كنت سمعت زوج المتهمة بيقول أنا مراتي رقيقة لدرجة إنها بتخاف تزرع زوج المتهمة بتخاف تزرع شوية نباتات في البلكونة، فلو نسيت في مرة تسقيهم فالنباتات دي ممكن تموت، وهي من رقتها ما بتقدرش تستحمل إن حد يموت. ده كلام زوج المتهمة بقتل البنت. وبيقولك الناس كلها بتجري ورا الترند وكلهم ماشيين ورا الموجة، وإن هم طالما دي حد قال إن هي قتلت يبقى كل الناس تقول إنها قتلت. وأنا مش همشي ورا الترند صدقني، بس أنا هجيب لك كلام أطفال صغيرين قالوا إيه. هجيب لك كلام أطفال صغيرين قالوا إيه. اسمعوا الفيديو ده. يعني خبطتها خبطة وحشة قوي. يعني انت كنت معاها؟ ايوه انت اللي كنت معاها. السرعه بتاعتها سريعه جدا. ايوه كانت سرعه، يعني كانت سريعه قوي. يعني هل ده كان متعمد او مقصود زي ما بيتقال؟ احنا ما نعرفش. هم اكيد ما يعرفوش، يعني اكيد ما يعرفوش. طب ايه اللي حصل بقى بعد ما شفت زميلتك الله يرحمها على الارض؟ يعني جريتي عليها الناس؟ الناس كلها اتلمت حواليها، وفي طنط كده عمه شالها في عربيه طنط وراحوا بيها المستشفى وكده. العربيه بتاعت الست اللي دهستها؟ لا، عربيه واحده تاني يعني. هي اللي دهستها سابتها ومشيت، نزلت أيوة. بصت وسابتها ومشيت. هي كانت هتمشي، بس في حد قال لها انا صورتك، قامت جايه رجعت تاني وقالت نزلت وقالت لهم انا ماليش دعوه، هي اللي جت قدامي وقامت جايه. مين اللي قال لها انا صورتك؟ في ولد كان فعلا بيصور قال لها انا صورتك. ايه رايك في الكلام ده؟ ده كلام اطفال صغيره، ده كلام اطفال صغيره مش هيعرفوا يكذبوا. وقالوا اللي شافوه بعينيهم انها كانت ماشيه بسرعه، انها لولا انها اتصورت ما كانتش رجعت، ولما رجعت ما خدتهاش معاها في العربيه دي، طلعت تجري. وبتقول طبعا راحت، يعني هي اعصابها ما تملكتش انها تاخدها معاها في العربيه توديها المستشفى، واعصابها تملكت انها تاخد بعضها وتروح القسم. طب ما هي لازم تروح القسم بعد ما عرفت انها اتصورت، وعشان تبرأ صحتها، وعشان حضرتك تطلع على السوشيال ميديا تقول هو في قاتل بيسلم نفسه. هي طالعه راحه تسلم نفسها علشان ما تتاخدش في الرجلين ويتقال لك بس انا رحت سلمت نفسي، انا مش مذنبه، وتعتبر كحادثه. ودلوقتي سمعت فعلا انها اتأيدت كحادثه، كقتل خطأ، اتأيدت كقتل خطأ. ده اخر كلام انا سمعته. فلو اتأيدت كقتل خطأ فالمفروض انت تتحاكمي بتهمه الاهمال. المفروض الشارع ده علشان شارع فيه اطفال ليه سرعه معينه، سرعتك كانت كام وانت ماشيه؟ الاطفال هم بيقولوا جايه بسرعه رهيبه، ودي عيال مش هتعرف تكذب. لو الام كانت قاصده فعلا تعمل كده فهي مش محتاجه تتسجن، صدقوني دي محتاجه تتعالج. لو الام كانت قاصده، ام الولد اللي اتخانق مع البنت دي كانت قاصده فعلا انها تقتلها، فانت محتاجه تتعالجي، محتاجه تروحي مستشفى وتتعالجي. انت مش محتاجه ابدا تروحي القسم او تتسجني ابدا. انت بتعلميهم ايه؟ بتعلمي ابنك ايه؟ بتعلميه ايه؟ الخبطه اللي انت خبطتيها على دراع بنتي اللي اساسا فيه شلل، واللي اعصاب فيه مش سليمه، واللي بعمل فيه عمليات بقى لي 9 شهور، انت برضو يعني اذيتي لي البنت اكتر ما هي متنيله مأذيه، والدراع اساسا مشلول. عايزين استنى لغايه امتى؟ لغايه لما تموتوا لي بنتي؟ شويه وانا بعمل المحضر لقيت اخوها جاي بيكلمني وانا بكتب المحضر قدام الضباط، احنا نتفاهم وتتنازلي.
قلت له اتنازل عن ايه يا فندم؟ اتنازلي دلوقتي، اتنازلي دلوقتي، انا المستشار من مجلس الدوله، انا المستشار فلان الفلاني من مجلس الدوله. الكلام ده قدام في الاسم، قدام الضباط، في كل الكاميرات مصوراه، الكاميرات المفروض بتصور صوت وصوره. اتنازلي دلوقتي، والا لو انت اصريتي ان انت ما تتنازليش انت حره، وانت